بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلب الكابتن ريشه، ملحوظه كده يا جماعه الخير، لاحظتها في ماتش الاهلي وفاركو، هي فكره الار 2. تحس ان اللعيبه في مصر او لعيبه الاهلي بالتحديد شايفه ان الكره لو ما دخلتش ار 2 تقريبا مش هتتحسب. يعني انت لك ان تتخيل، يعني ده الجون مثلا اصلا ده طاهر لعبها اهو الحمد لله. حسين الشحات برضو حب يحطها ار 2 اساسا يا جماعه، يعني هي خبطت عشان هي اصلا كانت حاططها وحشه، بس ربنا كرمنا وخبطت في المدافع ودخلت، فتمام. ده كان برضو عايز يحط واحده ار 2. اتفرج كده على اللي بعدها، ادي كريم فؤاد، تمام كويس ماشي. ادي كريم حب يحط برضه واحده ار 2، طبعا جت في الضيقه اصلا وما مشاتش معاه. ماشي. بص اللي بعده، ادي عندنا برضه الكره وصلت هنا، خالد عبد الفتاح حلو، لعبها لحسين الشحات. طبعا حسين بالذات لو ما حطهاش ار 2 هيتحرق زي ما انت فاهم. الكره طبعا جت هنا ما شاء الله، راحت في الشلاحات، مش مشكله خالص، ده برضه ار 2 ما تفهمش فيه ايه. تمام. طيب ادي الواد امام عاشور اهو، اللي كانش في مستواه النهارده خالص، ما اعرفش امام برضه ده كان عايز بقى يسقط ولا ار 2، يعني انا مش عارف، انا اعتبرتها ار 2 خلاص. طيب نبص اللي بعده، ادي كريم فؤاد، تمام، حب يحط واحده ار 2 برضه الحمد لله، وعلى فكره وحطها حلو، وجت برضه فوق الجون. يا جماعه احنا لو ركزنا ان احنا نحاول نلعب مع بعض، صدقني كان هيبقى عندنا يعني مساحات اكبر. يعني انت الكره دي، في مثلا الكره بتاعت كريم فؤاد، في لعيب واقف له على حدود بعد خط ال 18 من عندنا. طب ما نركز يا جماعه، بدل ما نشوف موضوع الار 2. انا عارف الكره بتبقى مغريه بس مش للدرجات دي يعني، مش لو ما جاتش ار 2 فخلاص يعني القيامه هتقوم. فيلا الحمد لله، السلام عليكم.